كم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري. كم من مفتون بستر الله عليه وهو لا يدري. كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري. فإذا قال الحمد لله قال الله صدق عبده. فإذا قال لا إله إلا الله قال الله صدق عبدي. فإذا قال الله أكبر قال الله صدق عبدي. فإذا قال اللهم اغفر لي قال الله قد غفرت. كله في سياق واحد، في هيئة واحدة، في مكان واحد، يعلوهم الغبار ويعلوهم التراب ويعلوهم العرب ويعلوهم الأسى ويعلوهم الحزن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ أنا أحمد، ودي أول خطوة من خطوات معاد. معاد مش بس بودكاست، احنا بنحاول نخلق مساحة نرجع فيها نسمع لصوتنا الداخلي وسط الزحام الحالي، ونفتكر إن في دايما وقت نرجع فيه نتكلم ونسأل وندور على معنى. كل حلقة هنا تكون محاولة نقرب بيها، وبما إن أول خطوة بتسيب أول أثر فكان لازم نبدأ بأعظم يوم بيشهد إن الدنيا لسه فيها رحمة، وإن الرجوع ممكن، وإن الدعاء بيطلع من القلب ويوصل لربنا. أول حلقة في معاد عن يوم عرفة. إيه سر اليوم؟ ليه الصيام فيه بيكفر سنتين؟ وليه بيقولوا إن أقرب ما يكون العبد من ربه هو في اللحظة دي؟ هنتكلم عن يوم عرفة مش كتواريخ وأحاديث وبس، لأ، كحالة، كفرصة، كمعاد ممكن يغير كتير جوانا. ضيفنا النهاردة وغني عن التعريف هو الشيخ يسري. هنتكلم سوا عن إزاي نستعد، وإزاي نعيش اللحظة، وإزاي نرجع لربنا من غير ما نحس إننا متأخرين. دي مش بس حلقة، دي بداية، وأتمنى تكون معانا في كل ميعاد. أهلا بيكم. يمكن كلنا محتاجين لحظة نرجع فيها ونسأل نفسنا، هو أنا مستعد اليوم زي ده؟ النهاردة إحنا مش بس بنتكلم عن يوم عرفة كحدث، لكن كفرصة، كحالة، كتوقيت رباني ممكن يغير حاجات كتير جوانا. النهاردة أنا مش هكون لوحدي في المساحة دي، هيكون معانا ضيف كريم واللي هنخوض معاه رحلة أعظم أيام الدنيا ونعيش في رحاب يوم عرفة. بنرحب بالشيخ يسري، واللي يحب الحقيقة إن ناخد الرحلة من الأول ونبدأ بالحديث مقدما عن العشر الأول من ذي الحجة، الأيام اللي ربنا أقسم بيها ورفع قدرها وخبأ فيها من الرحمات ما لا يعد ولا يحصى. فلو تسمح لي يا مولانا إن احنا نبدأ الأول بالحديث عن العشر الأول من ذي الحجة. ليه ربنا فضل هذه الأيام عن سائر باقي الأيام في هذا العام؟ ليه أحب الأعمال هي في هذه العشر؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى في لقائنا هذا أن يثبت على التوحيد قلوبنا، وأن يثبت على السنة أبداننا، وأن يعصم بلادنا وقلوبنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وبعد، فحياك الله أخي الكريم، وجزاك الله خيرا على هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسنات وكل من قام على هذا الأمر. بداية زي بدء، الله تبارك وتعالى فضل الأيام على بعض، وفضل الشهور على بعض، وفضل الليالي على بعض، حتى فضل الملائكة على بعض، وفضل بعض الأنبياء على بعض. فكان من أفضل الأنبياء كوكبة نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي اجتباه ربه واصطفاه ربه ورفع الله قدره على كل الأنبياء. كذلك فضل من الملائكة كما فضل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، وكل الملائكة ترى الكل بقدره عند الله جل وعلا. كذلك فضل بعض الشهور على بعض كالأشهر الحرم. قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن التقصير في هذه الأيام، ونهى ربنا تبارك وتعالى عن الوقوع في الجرم في هذه الأيام، لأن الوقوع في هذه الأيام مصيبة كبرى لا يعلم مداها إلا الله. كذلك فضل في هذه الأشهر الحرم فضل العشر الأول من ذي الحجة، فقال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام المباركة وذكرها ربنا تبارك وتعالى أيضا في سورة الفجر فقال والفجر وليال عشر. فمعظم جمهور أهل العلم على أن الليالي العشر وأن المذكور في سورة الحج هي العشر الأوائل من ذي الحجة لما لها عند الله تبارك وتعالى من مقام. وقال أهل العلم أن فضيلة هذه الأيام أنها اجتمعت فيها أمهات العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فكانت عند الله جل وعلا بمكان. ثم غلف نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأيام تكريما لهذه الأمة في هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه العشر. فقالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. لو نظرت في الحديث أن النبي يقول أحب الأعمال إلى الله، كل عمل يحبه الله تبارك وتعالى، كل الأعمال الله يحبها. الله يحب الصيام في غير العشر، ويحب الزكاة في غير العشر، ويحب القرآن في غير العشر. ولكن لما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، إذن هذه الأيام لها قدر عند الله. علمنا الحكمة أم لم نعلمها؟ طالما أن الله يحبها فاعلم أنك تفعل ما يحبه الله. فإن أحببت ما يحبه الله أحبك الله، وإن أحببت ما يحبه الله أحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناظر في هذه الأيام تجد قول الله تبارك وتعالى عندما قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. الله لما خاطب موسى وأراد أن يكون الحوار الماتع بين الكريم وبين رب العالمين جل وعلا قال الله لموسى 40 ليلة 30 ليلة ثم قال وأتممناها ب10. قال العلماء 30 ذو القعدة وال10 ذو الحجة. إذن ال10 كانت بمثابة تكريم لتأهيل موسى إلى لقاء الله. إذن ال10 في هذه الأيام بمثابة تكريم لقلب العبد إلى لقاء الله، بروح العبد إلى لقاء الله، بسلوك العبد إلى لقاء الله، بقوة إيمان العبد إلى لقاء الله. إذن أنا في ال10 الأوائل من ذي الحجة بأؤهل إيمانيا على مدار العام، زي ما أؤهل في ال10 الأواخر من رمضان، زي ما أؤهل في في ليلة القدر، زي ما كان أؤهل في عاشوراء. إذن الله تبارك وتعالى يعطي أيام. النبي قال إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. إذن التعرض للنفحات ليه؟ ليس لكثرة مال ولا لكثرة عرض، ولكن ليزداد الإيمان وليقوى الإيمان في القلب وليسلم القلب من الشرك، من البدع، من الكبائر، من الأعمال القلبية. لأن الناس في هذه الأيام يتكلون كل الاتكال على أعمال بدنية، صلاة مع أنها مطلوبة، وصوم مع أنه مطلوب، وزكاة مطلوب، وقرآن مطلوب، لكن في عبادات قلبية. الذنوب القلبية زي ما فيه الزنا من الكبائر، دي أعمال أو كبائر عملية. ترك الصلاة من الكبائر العملية، سب الدين من الكبائر العملية، لكن في كبائر قلبية. الحقد من الكبائر القلبية، قرار القلب للبدع للكبائر القلبية، إنكار القلب لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر القلبية. الإيمان بالسحر أو بالسحر الباطل يعني من الكبائر القلبية. فإذا رأيت في كل هذه الأشياء هناك أعمال كما أن هناك أعمال قلبية زي جبر الخواطر، زي التقوى، زي الورع، زي الإحسان، زي الإيمان، زي الإخبات، زي الانكسار، دي أعمال قلبية تقرب بها العبد إلى الله ودي مطلوبة. كذلك فيه ذنوب قلبية، الحقد من الذنوب القلبية، الكراهية من الذنوب القلبية، الضغينة من الذنوب القلبية، القطيعة من الذنوب القلبية. فالله تبارك وتعالى يعطي هذه الأيام أن يتعرض القلب للنفعات لكي يسلم القلب ويزداد الإيمان. لذلك لما قال العمل الصالح أحب إلى الله، إذن أن تضاعف الأعمال في هذه الأيام. إن كنت تصلي 100 ركعة في غيرها صلي 1000. إن كنت تصوم يوم لا صوم كله
كان عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من حديث ابن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان اصلا يصوم التسع الاول من ذي الحجه. نتعجب عندما نرى بعض الناس يقولون لا الصيام مش سنه. طب حتى لو مش سنه، هو الصيام مش من الاعمال الصالحه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال لابي امامه الباهلي: يا ابا امامه عليك بالصيام فلا مثيل له. يعني عايز اجر وعايز يدفع عند الله. الجزاء الوحيد او العمل الوحيد الذي خبأ الله فيه الجزاء اثنين: في الصبر وفي الصيام. ولا يكون صيام الا بصبر. يعني مش هتعرف تصوم لما يكون عندك صبر. بعض النهارده يقول لك ايه؟ انا بصوم رمضان بالعافيه. يا اخي اذا استعنت بالله اعانك الله. لو انك تصوم بقدرتك فشد. لو انك تصلي بقدرتك فشد. ودي قواعد ايمانيه لابد ان نتبعها المسلم. انا عندي سنه اصوم السنه كلها، انت ما عندكش سنه تصوم ساعه بغير الاستعانه بالله. ما عندكش الاستعداد ان انت تقوم ركعه بغير الاستعانه بالله. الله جل وعلا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اعطى القران كله للنبي. بعض العلماء تكلم في الحته دي كلام جميل جدا، فقالوا ان القران كله كان هديه من الله لرسول الله. تخيل، شوف لما في حبيب بهذه حبيبه تاتي بالهديه بانفس ما ترى وبأغلى ما ترى، ولكن الله بقدر النبي عنده شرفه بهديته للقرآن. ثم جعل القرآن هدية من رسول الله إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن القرآن كله كان هدية لرسول الله، وجعل الله تبارك وتعالى القرآن كله في فاتحة الكتاب، وجعل في فاتحة الكتاب كل ما فيها أحكامه في كلمة واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا حول لك إلا بالله، ولا قوة لك إلا بالله، ولا استعانة لك إلا بالله. أما غير ذلك فستسقط في بنيان الطريق وتندق عنق كما قال العلماء. كلامك فعلا يخلينا نبص للعشر دي بعين تانية. 10 أيام مش بس فضيلة، لكن فيها فرص بتتخبى وسط الزحمة، لو لحقنا منها حتى لحظة بتفرق. احنا عارفين طبعا إن الحلقة دي بتتسجل متأخر شوية، وإنها ممكن تنزل قبل يوم عرفة بيوم، وإننا بنتكلم بعد ما العشر بدأوا بالفعل، لكن أكيد لسه في فرصة. هو أنا حبيت أعرج على كلام حضرتك في نقطة إيه؟ إحنا أخرنا. لا، إحنا ما أخرناش. النهارده مثلا كام ذي الحجة؟ 4 أو 5 أو أيا كان. يعني شوف، هناك أعمال ومسافات تقطع بالقلوب لا بالأبدان. ودي حتة مهمة جدا لكل مسلم. سيدنا سعد بن معاذ لما اهتز له عرش الرحمن ونزل جبريل وقال: يا رسول الله، من أمتك مات وقد اهتز له عرش الرحمن ونزل 70,000 ملك يشيعون جنازته لم ينزل الأرض قط. أسلم كم سنة؟ 6 سنين. أنا مسلم لي كم سنة؟ هي دي القضية. فضل إن في مسافات، في آلاف من المسافات تقطع بالقلب وتقطع بالقلب. إحنا عايزين قلوب. أنت ممكن لو فاضل ساعة من ذي الحجة تدرك فيها رحمة الله جل وعلا، تدرك فيها إحسانه وفضله، تدرك فيها منه وكرم. لأن أخوانا الله ودود، هو الذي يتودد، الودود الذي يتودد إلى خلقه. شوف بالبلد كده بيتحايل عليك عشان يتوب، بيتحايل عليك انك تدخل الجنة، بيتحايل. طبعا ان صح اللفظ عشان يعلق على اللفظ زي ما احنا بنتكلم بلغه العوام، ان صح اللفظ انا بتحايل عليك عشان تدخل الجنة، بتحايل عليك عشان يغفر لك، بتحايل عليك عشان يعفو عنك. هو غني، ولكن قال: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الله لا يريد منك الا انك تؤمن لنفسك انت، مش لله. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء. الله لو يحتاج عباده عند الملائكه، لو يحتاج الى تسبيح عنده حمل تحت العرش. الواحد منهم يكفي بالدنيا وما فيها. لذلك قال عليه الصلاه والسلام: امرت ان احدث، اذن لي ان احدث عن ديك، واللفظ كده، ان احدث عن ديك من حمله العرش. واحد بس، ما بين شحمه اذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 سنه. من الودن الكتف 700 سنه. هم الطول كام سنه؟ احنا لو حطينا البني ادمين كلهم على بعضهم من لدن ادم الى يوم القيامه مش هنعمل 700 سنه.
شوف من الودن الكتف. كم ملك مثل هذا الملك؟ جبريل 600 جناح، إذا فتح أحدهما سد الأفق. في قرية لوط بريشة من جناح. إذا ما عظمة جبريل. فالله يحتاج إلى عباد الخلق، ولكن الله ما شرع العبادات إلا لينصلح بها العباد مع الله وليفوز بها العباد في الدارين في الدنيا والآخرة. فالنهارده لما نتكلم وأقول إن أنا يعني الأيام فاتت ما فاتتش، لو فاضل ساعة من ذي الحجة أنت مدرك رحمة الله. المهم الله يرى في قلبك الصدق. الله يرى ان انت محتاج رب العالمين، ان انت مقبل على رب العالمين، ان انت عندك انابه ان انت تعود الى الله. الراجل اللي قتل 100 نفس عمل ايه؟ في لفظ الحديث كلمه في غايه الجمال. قال عليه الصلاه والسلام لما ترك القريه ومشي فاتاه الموت. عمل ايه؟ ده لسه ما عملش ولا حسن. قال فناء بصدره. شفت اللي يعني فناء بصدره ثم مات. فنزل ملائكه الرحمه وملائكه العذاب يختصمون، فنزل من يقيس بينهم. ايه اللي حصل؟ من اجل انه نام بصدره. نوم لسه ما عملش ولا حسن، ما ركع وما صلى فريضه وما صام يوم وما ختم ختمه قران وما قام 1000 ركعه وما سبح 1000 تسبيح وما كبر 1000 تكبير وما استغفر 1000 مرة وما صلى على النبي 10,000 مرة، ولكن نأى بصدره. صدق الله فأصدق الله. إيه اللي حصل؟ مجرد ما نأى بصدره، مجرد الصدق بس، الله غير له نواميس الكون. فأمر هذه أن تتباعد وهذا التقارب، فدخل الجنة على شدة برحمة الله جل وعلا. إذا الله يريد منك عليك البداية وعليه التمام. أبدأ بس الأرض. فلو فاضل ساعة في العشر أوان أنت في معية الله. إن صدقت عوضك الله تبارك وتعالى 9 يوم المسكين. طبعا يا مولانا الحديث عن العشر يطول، لكن زي ما احنا عارفين ان لكل شيء ضرة. كل شيء في الدنيا لازم يكون له ضرة وذرة، وذرة العشر هو يوم عرفة. فالعشر فيها يبارك ربنا أعمالنا ويعود فيها كل قلب حزن، لكن بيوم في الرحاب تجلت كل الفضائل والصفاء معن. يوم إذا نادى المنادي وقفوا قالت قلوب التائبين أطعنوا. ويوم عرفة الجليل فإنه درة الزمان وحكمة منه، فاسمع حديث الروح فيه فإنه يوم النجاة لمن أراد الفطن. يوم النجاة لمن أراد الفطن. علشان كده اسمح لي نبدأ سوا من هنا. يعني إيه عرفة؟ وليه ربنا اختص يوم عرفة إنه يكون أعظم أيام الدنيا؟ هو طبعا عرفة قيل فيه أقاويل كثيرة، من ضمنهم قالوا أن آدم تعرف فيه على حواء، وقال فيها بين كلام ولكن خلينا في المضمون. لماذا كما قلت حضرتك لماذا يوم عرفة؟ يوم عرفة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم أيام الدنيا. طب اشمعنى؟ وقال فيه عليه الصلاة والسلام تكفل الله لمن صام يوم عرفة أن يكفر له سنتين، سنة ماضية سنة قبل. العلماء في الكلام ده قال تكفير الصغير وبعضهم قال تكفير الكبائر، ونرجو من الله ذلك حتى يكون فيها تكفير الكبائر يعني خاصة الله يتوب علينا على المسلمين. زي ما حضرتك قلت ليه يوم عرفة؟ اشمعنى عرفة أعظم أيام الدنيا؟ لما تورد خاطر في نفسي وأسأل الله أن يكون من الله وليس من الشيطان، يعني إن في عرفة الناس نزلت الله تبارك وتعالى تقف على جبل عرفة، بنشوف المنظر المساواة. ده يدل للأمر إن دائما المساواة فيها الخير كله. وناخد من يوم عرفة مساواة الرجل بين العائلات، مساواة المدير بين المدير، مساواة فلان بين المساواة في كل شيء، أن يكون بينك وسطية في كل الأمور. طب الناس في عرفة خرجوا في صعيد واحد، لا تفرق بين غني ولا في أي مكان في الدنيا، في أي مكان، وانظر وأتحداك في أي مكان في الدنيا إن نظرت هتجد مهما كانت المساواة الغفير غفير والوزير وزير، الغني غني والفقير فقير، السائل سائل والمسؤول مسؤول، الحاكم حاكم والمحكوم محكوم، في أي مكان
مهما اخترت الأمور ومهما تساوينا في المجلس وتساوينا في المكان وتساوينا في الركن إلا في يوم عرفة. مستحيل أن تفرق بين غني ولا فقير، ولا بين كفير ولا وزير، ولا بين حاكم ولا محكوم. في هذا المقام الكل أذعن للجبار جل وعلا، الكل أذعن للقدير المقتدر جل وعلا، الكل أعلن فقره وذله وحاجته إلى عفو الله. لذلك تجد الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، كلهم في ثياب واحد، في هيئة واحدة، في مكان واحد، يعلوهم الغبار ويعلوهم التراب ويعلوهم العرق ويعلوهم الأسى ويعلوهم الحزن، في نفس الوقت يعلوهم الفرح. هؤلاء القوم ما سافروا إلى الله من أجل ذلك، وما سافروا إلى الله من أجل دنيا، وما سافروا إلى الله من أجل مرض. المصعب والعصر بتاع المال مش عايز مال، وبتاع الدنيا مش عايز دنيا. أما راح هنا ليه؟ هنا استوى الفقير والغني، هنا استوت كل الرؤوس. هنا في هذا المقام ينادي ربنا تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في يوم عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي. الله الكبير المتعال يباهي بالفقراء، يتباهى بالضعفاء، يتباهى بالعبيد. ما انت ربي عندك عبيد كتير، شوف لكي تعرف ايها المسلم قدرك عند الله غالي. انت غالي عند ربنا جدا. ايه؟ امتثلت امر واجتنبت نهي وسرت على طريق نبيه عليه الصلاه والسلام. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام في يوم عرفه: يباهي له الملائكه ويقول: انظروا الى عبادي. شوف العظمه، وتخيل المشهد لما الايمان متصمم. انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل مكان، واذن في ناس الحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. اللي جاي من مصر واللي من استراليا واللي من الهند واللي من بلاد فيها ساعتين ليل بس، واللي من كندا مش عارف 3 ساعات نهار وليل. امور وخلاف لغات وخلاف بس اللسان واحد، اللغه او اللهجه او الطلب واحد، اختلاف ألسنة، اختلاف اجناس، اختلاف اطياف، اختلاف افكار، اختلاف معتقدات، اختلاف اراء، اختلاف اطروحات، ولكن كله اجتمع على موقف واحد بس، وهو رحمه الله جل وعلا، وهو عفو الله جل وعلا، وهو لبيك اللهم لبيك. معنى كلمه لبيك الله اي انا لك كما تريد. ما تجيش بعد كده وتعلن الحق على الله. انت لبيك وانت سلم وقلت حاضر ونعم يا رب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في هذا الموقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يباهي الله باهل عرفه الملائكه ويقول: انظروا الى عبادي جاءوا شخصا غبرا من كل مكان يرجون رحمتي ويخافون اشهدكم. يا رب ليه مش مين؟ يا رب تعمل الشهاده دليل على ان لكي يطمئن قلبي. اشهدكم اني قد غفرت لهم. في هذا اليوم يقول النبي عليه الصلاه والسلام: في هذا اليوم ما رؤي الشيطان احقر ولا اصغر ولا ادحر من يوم عرفه. تخيل الشيطان اللي طول السنه عامل الاعمال وعامل افعال للمسلمين، كم من متبرج بسبب الشيطان، كم من تارك صلاه بسبب الشيطان، كم من زاني بسبب الشيطان، كم من اكل ربا بسبب الشيطان، كم من حروب في العالم بسبب الشيطان. كل ده هو في يوم عرفه يغفر ويعفى عنه، يتمسح من الكتب حتى الملائكه ما تعرفهاش. اشهدكم اني يحصل الشيطان ضرب على يقول: اضلهم سائر العالم ونغفر لهم اليوم. هو انا طول السنه انبهدل الناس دي، اللي بيزني واللي تارك صلاه واللي بيغتاب واللي واكل حق اخته في البراس واكله واللي واكل حق اخوه واكل واللي قاطع رحم واكل، بس يجي في عرفه تاب الله. طب ليه كان اعظم ايام الدنيا؟ انا ارى ان يوم عرفه على ما فيه من رحمه وعلى فيه من كرامه وعلى ما فيه من عفو وعلى ما فيه من احسان الله الى خلقه وعلى ما فيه من ود الله الى عباده والى عبيده والى خلقه والى كل من لهج لسانه بذكر الله جل وعلا، اجد ان يوم عرفه يوم مصغر من يوم المحشر. انت في عرفه خالق الدنيا لابس كفن، في يوم المحشر انت محتاج الى عفو الله. فانا ارى ان عرفه جعل الله تبارك وتعالى اعظم ايام الدنيا لان فيه يعفو الله عن كل خطأ. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ قال: ان الله غفر لاهل عرفات واهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. ضمن اي ضمن؟ يعني كل اللي انت عملته رب قال: يا رب ضمن علم، يعني شال عنك
هو يتكفل عنك وضمن عنه تبعه. فقال عمر يا رسول الله ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال يا عمر لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بعدما كبر قال كسر خير الله وطاب. في يوم عرفة هو الرحمة اللي انت شايفها اللي الشيطان اللي بيحصل ضرب على راسك هو مشهد مصغر من أرض المحشر. إذا كان في يوم عرفة هذه الرحمة من الرحيم، وهذا الإحسان من رب الإحسان جل وعلا، وهذا الود من الودود، وهذا الكرم من الكريم، وهذا العطاء من صاحب المن والعطاء، ومن الحنان المنان، في يوم كانت هذه الرحمات من جزء من رحمة نزلت إلى أهل الأرض. في يوم المحشر ربنا ادخر 99 رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من كثرة الرحمات التي تتنزل على الخلق في يوم القيامة الشيطان يتطاول بعنقه عسى أن تصيبه رحمة الله. الشيطان أيوه الشيطان، لأن إذا كان في يوم عرفة على كتر المغفرة ده وكتر الإحسان ده وكتر العطاء ده جزء من رحمة بس في الأرض وفضل 99. يبقى إذا ربنا يعمل فينا كده إن شاء الله يرحمنا وإن شاء الله يعفو عنا، لأن الله تبارك وتعالى كريم ونحن ضعفاء، وإذا وقف الضعيف على باب الكريم لا يضام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا الوقوف بالباب. جزاكم الله خيرا يا مولانا على كل هذه المعاني العميقة. يمكن دلوقتي بعد ما فهمنا قدر اليوم ده وعظمته وازاي ربنا ميزه، فاللي بيجي في هنا تلقائي هو طيب نعمل ايه؟ نستعد ازاي؟ نستقبل ازاي اليوم ده من اول الليله اللي قبله؟ وازاي نخطط ليه لحظه بلحظه؟ من اول النيه للصيام للدعاء للذكر لحد لحظه الغروب. وخلينا نضيف كمان ازاي نثبت بعد يوم عرفه. لان ساعات الواحد بيعيش اللحظه بكل وجدان، بس بعدين الدنيا تاخده والدعوه تتحول لذكرى مش لخطوه ثابته. فحابب اسمع من حضرتك عن الاستعداد العملي والروحي ليوم عرفه، من الليله اللي قبله ليوم وما بعد. ايه اللي ممكن فعلا يساعد الانسان يعيش اليوم ده بشكل يليق بيه ويطلع منه متغير فعلا؟ هو بالنسبه للاستعداد ليوم عرفه اي طاعه في الدين لابد لها من استعداد. زي ما اي واحد فينا بيعمل معصيه يستعد للمعصيه، اي واحد فينا بيعمل مشروع يستعد للمشروع. لو داخل شغلانه حار لازم يستعد لها بكل ما اوتي من ربنا. يوم عرفه اعظم ايام الدنيا، يوم مشهود، يوم له قيمته عند الله تبارك وتعالى. ففي الطاعات بالذات أول استعداد لأي طاعة لابد من الاستعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. أي عبادة بدون استعانة بالله ستصل. أي عبادة بدون عون من الله ستصل. أنا النهارده في واحد يقول أنا كده ضامن يوم عرفة. لا. فتزل قدم بعد ثبوتها. قال الله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. الكلام كان لمين؟ كان لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لازم يبدأ الأول والآخر بالله، بالله ولله ومع الله، غير كده هتفشل. فاستعداد يوم عرفة أنا عايز أدخل يوم عرفة لازم أعلن الفقر والذل بين يدي الله تبارك وتعالى. إن أنا يا رب محتاج يوم عرفة، إن أنا يا رب محتاج العفو، أحتاج إلى مغفرتك، أحتاج إلى إحسانك. إن أنا جاي يوم عرفة أجمع ذنوب أحطها بين إيديك، ذنوب عام، لا أقول عام ولكن ذنوب سنين، ذنوب أيام، ذنوب شهور. تعالى في ليلة عرفة اللي هو صباح عرفة يعني قم لله تبارك وتعالى ومرق وجهك يا رب لا تحرمني عرفة. خش على عرفة الأول بقلب مقصود. إذا ذهب العبد إلى الله تبارك وتعالى بقلب أعرج أواه الله. احنا لازم نعرج إلى الله تبارك وتعالى لأننا ضعفاء. دأب الضعيف إن هو ضعيف. لكن لو دخلت على ربنا وأنت مستقوي فترد. ولكن لابد أن تدخل على الله بالفقر. يقول عبد العزيز بن رواد رحمه الله طرقت كل الأبواب على الله جل وعلا فوجدتها مزدحمة. رحت على باب الصلاة ناس كتير. رحت على باب الصيام ناس كتير. رحت على باب الزكاة ناس كتير. رحت على باب القيام ناس كتير. إلا بابا واحدا وجدته خاليا. قالوا وما هو؟ قال باب الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار. قلنا قضية إن ربنا لو شاف فيك إن أنت مكسور
الله يجبر كسرك. لو ربنا شاف فيك ان انت مسدود، الله تبارك وتعالى يعزك. لو ربنا شاف فيك ان انت مستضعف بين ايديه، الله يقويك. لان الله هو القوي، لان الله هو الغني، لان الله هو المنان، لان الله هو الحنان، لان الله هو الذي يعطي وهو الذي يملك. فان راى فيك صفات العبد من ذل ومن ضعف ومن استكانه ومن انكسار ومن حاجه، يتصدق عليك. لكن انت مستغني عن الله، الله يستغني عنك. نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. الله تبارك وتعالى قال انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لازم في ليله عرفه انت تروح لرب، يا ربي لو عرفه انا هضيع. لازم تحس ان يوم عرفه ده كأن شغلانه، احسبها كده كأنها شغلانه، وانا بكره يخسر يكسب. يا اما بكره اكون فوق، يا اما بكره اكون تحت. يا اما بكره اكون اسمي بيلمع في سماء المال وفي سماء السلطان وفي سماء السمعه وفي سماء البيزنس، يا اما اكون لا شيء. تخيل لو حسبت يوم عرفه بنفس المنطوق ده، لان للاسف الشديد بسبب بعد القلوب عن رب العالمين دايما بنتعامل بالمحسوس. تعامل مع ربنا بالمحسوس كده، ان يوم عرفه ده اعتبره ان هو يوم ضربه حظ. يا اما تبقى فوق يا اما تبقى تحت، يا اما تبقى اسمك يكتب في رجال البيزنس وفي عالم البيزنس وفي عالم الاعمال، يا اما تحبس. تخيل في اليوم ده انت تبقى شكلك عامل ايه؟ هتنام؟ هتاكل؟ يبقى ليك نفس تاكل، ليك نفس تشرب، ليك نفس تنام، ليك نفس تصحى، عشان بكره تحديد مصير داخل لو عليك قضيه بكره وخايف تاخد فيها حكم انت ما تنامش. فبال بكره قضيه يا مغفره يا عدم مغفره، يا اما قضيه قرب يا قضيه ابعاد. وفي اليوم ده هو ربنا تبارك وتعالى بيتجاوز عن كل الناس. انت هتبقى بعيد. احد السلف لما كان يقرا في الليل وساروا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات اعدت للمتقين فبكى. فقال له ابنه يا ابت، لسه كان فاهم مع رب العالمين، قال يا ابت اتبكي وانت تذكر الجنه؟ قال يا بني وما لي في جنه عرضها السماوات وليس لابيك فيها نصيب. ايه الفائده لما خلي بالك الجنه عرضها السماوات طرد منها الشيطان وما دخلهاش ابو لهب وما دخلهاش ابو جهل وما دخلهاش الوليد وما دخلهاش عقبه وما دخلهاش الكفار وما دخلهاش اقارب النبي صلى الله عليه وسلم وما دخلهاش ابن سيدنا نوح وما دخلهاش ابو سيدنا ابراهيم وما دخلهاش عم النبي عليه الصلاه والسلام. اذا القضيه مش قضيه جنه، القضيه انت عايز ايه؟ والله على قدر ما تريد الله يعطيك، لان ربنا عادل. انت عايز ايه هيديك. انا يوم عرفه احس اتعامل مع يوم عرفه ان ده يوم مصيري. اول حاجه ان انا اقيم الليل في الليله دي واسال ربنا الا يحرمني عرفه، الا يحرمني مغفره عرفه، الا يحرمني العتق من النار. ده ربنا بيتكرم يا اخوانا، ده ممكن عشان واحد ربنا يغفر له عرفه. لما حج بعض السلف فلما نام في المنام، كان محمد بن واسع او ابن سيرين، فلما نام راى في المنام ان حج 6000. فإن في ملك جاء أخيه أو في الهاتف يعني في الرؤيا فقال له حج 6000. كم حج من الناس؟ قال 6000. قال كم قبل الله منهم؟ قال لم يقبل إلا 6. تخيل حج 6000 حاج ربنا يجيب 6 بس. قال 6؟ قال نعم. قال ولكن بكرمه تجاوز عن 6000 بفضل 6. إذا إن ممكن أنت مسلم لك طاعة ولك حال مع الله بسبب حالك وبسبب طاعتك تنزل هداية على أهل الأرض جميعا. تنزل هداية على الجيران، على الأصحاب، على الأقارب، على الشارع اللي وراك، على البلد اللي جنبك، بسبب إن أنت موحد، بسبب إن أنت قريب من الله. كما أن للمعصية شؤم على صاحبها وعلى من حوله، كذلك للطاعة بركة على صاحبها وعلى من حوله. فأنا في يوم عرفة ليلة عرفة إن أنا أقيم الليل واسال ربنا الا يحرمني بركه زي لان ممكن خلي بالك على اي شيء تافه ان انت يضيع اليوم، رحت مشوار مش عارف نمت، حصل ظلم، انشغلت في اي حاجه، راح يبقى اول شيء ان انا استعين بالله تبارك وتعالى. فاذا استعنت بالله اعانك الله. وتعالى في الثلث الاخير من الليل واستغفر ربنا تبارك وتعالى فعلا بقلب صادق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئات الحسنه تمحوها. الحسنه هتجيب حسنه وهتجيب حسنه، كذلك السيئه بتجيب سيئه. قال الله قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. عايز ذنوب، عايز ذنب هيديك 10، انت اللي اخترت. عايز طاعه هيديك 100،
عايز قيام ركعتين هيديك 10 ركعات، عايز تقرا جزء هيديك من جزء، وهكذا. فاذا بدا الانسان بهذه البدايه كان مع الله كان الله به. في يوم عرفه لازم تعلم الهدف. انت عايز ايه؟ تخيل كده لو قام رئيس الدوله او حاكم اي بلد وقابلك شخصيا وقال لك ماذا تريد؟ نفسك انت خلي بالك المثل بالك كده احلام الدنيا كلها بين ايديك. انت عايز ايه؟ خلي بالك وانت هتطلب وانت واثق، هتطلب وانت مطمن، هتطلب وانت متاكد ان كل اللي هيطلب الحق. صح؟ هذا مع مخلوق فلا بالك بالخالق. يوم عرفه ده تحقيق الامنيات. تعالى يوم عرفه انت عايز ايه؟ الاول حد مثال انا عايز عايز كتير. لان دايما الواحد فينا طماع مع ربه، لازم تطمع في كرم الله تبارك وتعالى. سيدنا ايوب لما امطرت عليه السماء من الجراد، جراد من ذهب، بدا يجمع ويلم، فقال الله له يا ايوب الم اغنك؟ بدأ عمل ايه؟ ان انا ما اقدرش اقول لك ازاي؟ عمل مش حاجه من ربنا تاني. كلمه في غايه الخطوره. اياك ان تقول مش هتعرف ربنا. مستحيل. مش كده ابدا. انا دايما بحضرتك في كل صلاه وكبر بحتاج الله تبارك وتعالى. الملائكه تحتاج الى الله، كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، فكل من احنا عبيد، والعبد ايه يحتاج الى السيد. فقال له يا ايوب الم اغنك؟ شوف الادب، شوف الفهم. قال يا رب لا غنى لي عن بركتك ولا غنى لي عن فضلك. النهارده انت ممكن عندك اشياء انت مكسوف تطلبها من ربنا، هو معقول ربنا يديك كده. ايه المشكله؟ هتلاقي شك فاطر السماوات والارض. لو دخل سوء الظن الى القلب افسد كل العمل كيفسد الخل العسل. اياك ان انت تقول معقول ربنا يعمل كده. الله لا يعجزه شيء. الناس لما نفسه عزيز الحكيم عزيز لا يعجزه، ولكن الحكيم يضع الشيء في موضعه. فانا لما اعرف لو احدد الهدف انا عايز ايه؟ زي ان انا لازم ابدا يوم صح. اعمل ايه؟ اليوم ده لازم اصلي الفجر. اول حاجه الكلام ده يا اخوه، قلت ان احنا في يوم عرفه كل واحد فينا عابد يكتب. اعتبر يا اخي ان انت في مكان فصل شحن. واحد. طيب صلي الفجر في المسجد لا تخرج. يعني مش ما تطلعش في المسجد. اصل الظروف يا اخي ممكن في يوم عادي تتحبس في المستشفى لمده اسبوع. خلي بالك الدنيا هتمشي بره. اوعى تفكر ان انت اللي بتحل الكون، ليس لك من الامر شيء، لان الفعال في الكون هو الله. انت دايما داير في معيه الله، فان سلب عنك المعون سقطت. فيوم عرفه اكبر على القيام فرحه الله فوق تجي. انت اليوم ده رب العالمين، اليوم ده اليوم الفيصل في حياتك، اليوم ده تحقيق امان، تحقيق معجزات، ما ينفعش تسيب. فتعالى تقوم اليوم، خش صلي الفجر، اقفل التليفون، قول اسمع بس، صليت الفجر، اجلس مصلاك، اذكر الله تبارك وتعالى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس. قد ربما ومن حدث يصلي قم فصلي ركعتين اربع. يعمل كده الجزاء لو حج وعمره تام خلاص كده ضمن. وبعدين لو حبيت تعمل قيلوله او حيلوله او تنام، ما حبيتش حبذا ما تنامش وابدا اشتغل في ذكر لا اله الا الله لا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هو ده الذكر ده مطلوب في الايام دي بالذات. الناس مستخفه بيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب من هذه العشر، خلي بالك من ضمن العشر يوم العيد. الناس دي يوم العيد تنسى. الناس اللي بتاعت يوم العيد خلاص بص بيعمل خصومه مع الاعمال، بيعمل خصومه مع الطاعات. لا غلط، ده يوم العيد ده من اعظم ايام الدنيا يوم النحر كما قال عليه الصلاه. ثم يوم القرب اللي هو ثاني يوم العيد. الناس دي يوم العيد تنسى، تلاقي في الاكل بس ما تنساش. واذكروا الله في ايام معدودات. دايما ذكر لما قال تيسروا فينا من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. الاعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني. قال قل سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
فقال النبي: فإذا قال العبد سبحان الله قال الله صدق عبدي. فإذا قال الحمد لله قال الله صدق عبدي. فإذا قال لا إله إلا الله قال الله صدق عبدي. فإذا قال الله أكبر قال الله صدق عبدي. فإذا قال اللهم اغفر لي قال الله قد غفرت. العلماء قالوا أن الدعاء بعد هذه الكلمات مستجاب. طب أنت عايز إيه تاني؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رب اغفر لي، رب اهدني، رب ارزقني، رب عافني، رب استرني، ربي كذا، اطلب اللي أنت عايزه الله يستجيب. ده اللي جاي. هذا قول الرسول الله. ففي يوم عرفة أكثر من الذكر وأكثر من هذا، اقرأ القرآن واعمل بقدر الإمكان في يوم عرفة أنت ما تتكلمش أي كلام من كلام الدنيا خالص. أكنك عايش وحدك في المسجد. بتتكلم حتى لو معاك إخوة في المسجد وشايف في المسجد ما تتكلمش. عيش يوم عرفة وحدك لا تلتفت، ولكن التفت إلى الله. اجعل وجهتك رب، واجعل قبلتك رب، واجعل تعالى هذا أنك مع الله ولله في هذا اليوم. وابدأ. جاء الصبح صلى الظهر وهكذا 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر، حافظ على السنة بقدر الإمكان. خلصت صلاة الظهر أبدأ أكمل ذكر، استغفار، دعاء، صلاة. صلاة يجوز صلاة من الضحى إلى الظهر ومن الظهر لحد العصر. طيب جاء وقت العصر، هنا نقف، هنا الميعاد. لكن هنا الميعاد مع الله سبحانه وتعالى. بعد العصر اجمع أمانيك، اجلس في محرابك، استحضر قلبك واجمع أمانيك. أنت عايز إيه؟ هشتري إيه؟ في حاجات عايز ربنا يخلقها، وعايز ربنا تبارك وتعالى يسترها، وعايز ربنا تبارك وتعالى يكتب عليه منها يعني ثبات الهم. كم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري، كم من مفتون بستر الله عليه وهو لا يدري، وكم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري. اشتري انت عايز تشتري. عايز اول حاجه الناس دي هتفضل، والرازيه دي هيعفو عنها ولا لا؟ يا ابن ادم لو قلتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا اشرك به شيئا لاتيتك القراب الغفور. ونحن نقول لا اله الا الله واسال الله يسلمك على توحيد. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء بس بشرط ثم استغفرتني غفرت لك وتقبلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا الله واتوبوا اليه فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره وهو رسول الله. هو لازم أقرأ وتقدم الميزان متأخر. حط في النهار حاجتين بعد العصر. أول شيء ذنوب. محدش معصوم. مفيش حد كبير على الذنوب. لكن المشكلة إن تكتب مصر على الذنب. إن أنت تفرح بالذنب. إن أنت تتعظم بالذنب. إن أنت تباهى بالذنب. أخوانا موضوع إن أنت تذنب ده أكبر ده أنت عبد. أكبر ده أنت ضعيف. فإذا أذنبت وتبت علمت أن لك رب تاب الله عليك. فإذا أذنبت وتوب علمت لك رب تاب الله عليك. ولذلك يفعل الذنب فيتوب يتوب الله عليه. يفعل الذنب فيتوب يتوب الله عليه. يفعل الذنب فيتوب يتوب الله. فقال إلى متى؟ لحد إمتى؟ هفضل أتوب وأذنب وأتوب وأذنب وأتوب نزل. ماذا قال؟ قال حتى يأس الشيطان. الله لا يأس. الله لا يقنط أولياءه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ممكن رجاع. مش عيب ان انت طالب، العيب ان انت تفضل مصر، العيب ان انت ما تتوبش، العيب ان انت ما ترجعش ربنا عليه تبارك وتعالى. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هو عارف ان له رب، عارف ان له رب. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر الى الله قبل الله عذر. تعالى لو عرف اعتذر، اعتذر عن ايه؟ انت لو غلطت مع واحد انا اسف ما قصدش حاجه عليا الدنيا والحكايه والجواب، يا اخي لو راجل الناس اسال، فما بالك وانت من اكرم الاكرمين جل وعلا. تعتذر عن كل شيء تعالى. من اعتذر الى الله قبل الله ورسوله. ربنا ياخذ بس اعتذر، ربنا هيصبر بس يتوب، ربنا تبارك وتعالى هيتجاوز، بس المهم يكون عندك صدق مع ربنا. ربنا يطلع عليك. يبقى النقطه الاولانيه ان انا اجمع الذنوب واجمع الخطايا احطها من ايديا واستغفر الله عليك.
النقطة الثانية حق التمليك. أنت عايز إيه؟ عايز إيه في المعرفة؟ عايز زوج، عايز مال، عايز سلطان، عايز منصب، كل ما تتمناه سلب الرب. بعض الإخوة كان يقول اكتب الأدعية فرق. أفضل الأدعية ما جاءت في القرآن، وأعظم الدعاء ما ختم به ربنا تبارك وتعالى آيات الحج. هو تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات، وصلت علينا الآيات من الإفاضة من عرفات وكذا وكذا. في آخر الآيات بماذا زين الله هذه الآيات؟ قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده دعاء جامع. لو أعطاك الله هذا الدعاء أعطاك كل شيء. طيب ماشي، أنت ممكن تدعي أنا كضعيف الناس بس أنا عايز ثاني، ادعي ما شئت، بس ممكن تدعي تكون واثق إن ربنا يستجيب. ما تدعيش ويا ترى يستجيب ولا لا، مش معقول هيدعي ولا لا. زكريا لما سأل رب العالمين ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا، بس شوف أنا ولم أكن بدعائك رب شقيا. طول ما أنت مع ربنا مش هتشقى أبدا، طول ما أنت مع ربنا مش هتزعل أبدا، طول ما أنت مع ربنا لا يصيبك هم ولا حزن ولا كآب. ولم أكن بدعائك رب شقيا. ربنا إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك هبة. مش يعطيني العطاء يكون على قدر الجزاء أو مقابل الجزاء أو مقابل عمل، لكن الهبة من وكرم من الكريم سبحانه وتعالى، من وكرم من صاحب النعم. فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كان الثمن فنادته الملائكة هو فين؟ وهو قائم يصلي في المحراب. إذا إلزم جوار الله يعطيك ما تشاء. وهو قائم يصلي بما هو مستمسك بحبل الله. هو دايما خليك في طاعه. طب خليك في طاعه ازاي يا عم الشيخ؟ قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ثقلت علي شرائع الاسلام اعمل ايه؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عايز تحس ان انت قريب من الله خليك شغال ذكر، فقيمتك بقيمه من تذكر. فاذا ذكرت الله ذكر، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منك. لو ذكرت ربنا مع واحد او اثنين او ثلاثه الله يذكرك من ملأ السماء كمان. بحمد ربك وخلي بالك انا ممكن في الارض مش معروف مع 5 6، ولكن ممكن انت تكون معروف في السماوات السبع. الاسم ده معروف ومشهور ليه؟ بكثره الذكر لله تبارك وتعالى. واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. فتبدا تذكر. جيت يوم العصر قلنا موضوع الذنوب. ثاني حاجه ابدا عاده امانك يا ابن المدن 10 دقائق اضبط على يدك ولا تتكلم، واجعل القلب هو الذي يسأل الله. خلي القلب هو اللي يسأل. العلماء يقولون من الأدب عدم القلب. يعني في مواقف كده اللي انت محتاج الحل ده كده. النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد تحويل القبله من مسجد بيت المقدس الى الكعبه، ما سالتش عن النبي عليه الصلاه والسلام دعاء تحويل القبله، ولكن ماذا قال الله له؟ قال قد نرى تقلب وجهك في السماء. عارف اعظم شيء ان انت مساجد ما بتتكلمش، نوع كده ان انت تبقى ساكن بس في كلام كتير جوه. علمه بحال يغني عن سؤال دعوة معين. في الوقت ده الله تبارك وتعالى يعطي عطاء يدهش به القلب والعين. سيدنا السلام احد السلف كان على عرفه، فلما وقف على عرفه الناس في دعائه وفي ذكره هو ساكت. يا فلان لما لم تسكت؟ لما لم تتكلم؟ حتى جاء عصر فشدوا عليه بالكلام. يا فلان ادعو بما شئت، نحن في عرفه ونحن في كذا. يا ابن المغرب
وقت النذير. قال أصحابه والله ما تكلم إلا بعد العصر كان يقلب بصره في السماء. تعرف لما تحس إن فعلا ربنا قريب منك بس لما ادعو ربك وتضرع. سيدة عائشة في حديث خولة بن ثعلبة وجد النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قالت؟ قالت فكنت معهما في الحجرة فكانت تقول سنة من النوم أسمع بعض الكلام فأسقط بعض وببحث وسمعهم الله من فوق 7 سنوات. أنت عارف لو حسيت إن ربنا سمعك، لو حسيت إن ربنا قريب قد نرى تقلب وجه السماء، عايزين في معرفة الحياة بتكلم. إذا فعلا أنت قاعد من كتر الكسوف ومن كتر الخوف من رب العالمين ومن كتر الحياة أنت مش قادر تتكلم، بس حاجة اللي بيتكلم. قلبك هو الذي يتكلم، جسدك هو الذي يتكلم، كل شعرة في جسدك تتكلم. تتكلم إيه؟ بطلب العفو وطلب المغفرة وطلب إن أنا جاي أعتذر وجاي أطلب ما أريد مع التقصير اللي صدر مني ومع القبح اللي صدر مني ومع الرزق مني. وبرضه أنت كريم هتعفو، وأنت جواد هتعفو، وأنت ودود هتعفو. في الوقت ده هو في ال5 دقايق دول هم دول خلاص. فالسلف يقول فتكلموا معه صل يا فلان ادعي يا فلان مساكين. يا أخي مرة قال لا نظر السماء وما قال إلا كلمة واحدة، نظر إلى السماء وقال رب اغفر لي ثم فرض روحي. اللي بدأنا في أول حلقة بصفات توقع القلوب. طيب يمكن يا شيخنا لما بيقرب الغروب في معرفة بتحصل لحظة كده صعبة، لحظة الوداع، اللحظة اللي الناس بتحس إن اليوم فيها بيخلص والحالة الروحية العالية بتنتهي. بيبدأ الخوف، هل اللي عملته كفاية؟ طيب هل هثبت بعد كده ولا لأ؟ فمحتاجين نختم الرحلة دي بآخر خطوة. إيه اللي ممكن نعمله بعد يوم عرفة علشان نحافظ على اللي اتبنى جوانا؟ إزاي نثبت وإزاي ما نرجعش تاني؟ لأن اللي بيبدأ قوي محتاج يكمل بنفس القوة. فحابب أسمع من حضرتك ماذا بعد عرفة؟ يوم عرفة نزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. طيب النبي مات، إحنا في يوم عرفة اليوم ده ربنا أتم الدين وأتم النعم وأتى بك إلى بيتي وتابع بك، فإياك أن تكسر العهد الذي بينك وبينه. أنت جيت واعترفت واعتذرت وأنبت وخدت عهد على نفسك إن أنا مش هرجع تاني. مش معنى ذلك أنك لا تعصي، لا تعصي، ولكن أنا بتكلم في عظم الأمور. إن أنا خلاص كمل العهد. كل ما تيجي تخطأ تذكر العهد الذي بينك وبين الله، تذكر الميثاق الذي بينك وبين الله، تذكر لحظة الوفاء التي كانت بينك وبين الله، تذكر أنك في هذا اليوم انكسرت فجبرك، ضعفت فقواك، افتقرت فأغناك، كدت أن تفتضح فسترك. كمل، وإلا إن سقطت وأعرضت أعرض الله عنك. فيوم عرفة يكون بداية انطلاق. هتجد في ساعات في أيام الفتن في أيام الشهوات النفس تضع بعض الأوقات أن ضعفت ارجع، ولو أذنبت في اليوم 1000 مرة عد إلى الله 1000 مرة. وشريطة أن تكون العودة بصدق، مش أن أنا هتوب وارجع، أن تكون العودة بصدق. فإن عدت تاب الله عليك. فإن عرفة يكون بداية انطلاقا، في بداية تمام، كمل على التمام اللي تمشي حتى تلقى الله. وخليك فاكر إن عرفة مغفرة يوم تاني اللي صار. تكفر الله لمن صام يوم عرفة بل يكفر له سنة ماضية وسنة قبل. أطلع من يوم عرفة إن أنت طالع مغفور الذنب. لابس جلابية نظيفة، ما تحاولش توسخها، ولو توسخت ده أي شيء ما تسيبش قاذورات على قاذورات، وسخ على وسخ. أي حاجة بسرعة، اللي وسخ يغسل، الغسل هنا باستغفار على طول. أي حاجة توسخ أغسلها بيه، استغفر الله أتوب إليه، استغفر الله أتوب إليه. يكون السرير تعرض الفتن عن القلوب كعرض الحصير عودا فيما قلب قابلها في نكتة سوداء. هو لما تلقى نكتة سوداء وجات الثانية، هو الأولية ما غسلهاش، هيغسلها بإيه؟ بالاستغفار والإنابة والتوبة.
لكن ما غسلش، بيت الثاني على الثالثة على الرابع حتى يكون أسود مربان كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة من سترة. طيب يا مولانا، يمكن واحنا بنتكلم عن كل الجمال ده من طاعات وفرص يوم عرفه، في ناس دلوقتي بتسمعنا بس قلبهم حزين شويه، لانه مش فاضي، مش بايده، يمكن ظروف شغل او تعب او مسؤوليات، وحاسس انه مش هيقدر يعمل كل ده، بس في نفس الوقت هو مش عايز يفوت اليوم. فلو هننصح الشخص ده بعمل واحد بس يركز عليه طول اليوم ويعيش بيه يوم عرفه، هيكون ايه هو العمل ده؟ ايه العمل اللي فعلا ممكن يكون فيه البركه والخير الكبير، حتى لو كان هو العمل الوحيد اللي يقدر عليه؟ هو لو أي إنسان معاه شغل المعرفة، إحنا طبعا لا نحجر على الناس إن كل له ظروف وكل له مسببات حياته وكل له مشاغله، ماشي. إحنا قلنا إن ده يوم اعمل واحد اتنين تلاته، طيب أنا مستحيل هعمل البرنامج ده، طيب لو كده أعمل إيه؟ أولا لا يزال اللسان بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. دي سهلة، مهما كنت شغال اللسان لا يشتغل. شغلة اللسان ازاي؟ طيب لو كما قلنا لو انت مشغول في يوم عرفه، مش فاضي تقعد في المسجد، مش فاضي تقعد 3 4 ساعات في البيت، مش فاضي تمسك المصحف، عايزين لحظة بس ان ربنا يكون شايف ان انت فعلا كان نفسك تقعد يوم عرفه. فلو رأى الله فيك هذا، طبعا المهم هي دي عايزين مسافة القلب. كل احنا كلمة عمل ده ممكن ابقى واحد قاعد في المسجد ما عرفش ياخد على المسافة، المنقل صدق الله فاصدق الله. هو اللي شغال اللي واقف على مكان ولا شغال مكان هو صادق مع رب الثاني كان نفسه يعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في غزوه تبوك، غزوه العسره، ان في المدينه اقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. العسره ده كانت في عز الحرب، سموها غزوه العسره ان فيها من شده على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان في المدينه اقوام ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا الا شاركوكم الاجر، يعني مش اكنهم هم معكم بالصبر، حبسهم العلم. يبقى اذا هنا عايزين لحظه صدق، انت فعلا كنت صادق انت بمعرفه، اعطاك الله ما اعطاه لاهل المسجد. يعني الحقيقه جزاكم الله خيرا يا مولانا، الحديث كان دافي ومليان امل ومعاني عميقه، بس حابب قبل ما نختم حابب اطلب من حضرتك كلمه اخيره، دعاء او وصيه، اي حاجه تحب تسيبها مع المستمع قبل ما ننهي، وبعدها ان شاء الله هنختم الرحله دي سوا. والله انا احب اختم الحلقه دي اولا بان الناس في هذه الحلقه تغفر لنا تقصيرنا وما كان يجرنا من خلل وما كان يجرنا من تقصير. اعطينا على قدر ما استطعنا وعلى قدر علمنا ولا علم لنا، ولكن نحن دائما نتطفل يعني على مواد العلماء ونحن نحو عند اقدامه وعند اهل العلم، فاسال الله يسترنا. النقطه الثانيه، انا عايز الناس يوم عرفه كل الشباب لا ينسوا غزه من تعب ولا ينسوا اخواننا المستضعفين في الارض. الامر ده كاد ان يكون شديدا شديدا شديدا. تخيل يوم عرفه انت في عرفه جالس تتعبد في غرب يقدر ويشرب ويطرب ويبان وزوجته تنتك على. فانا عايز الناس تجعل لاهل غزه من يوم عرفه نصيبها في الدعاء. كذلك يوم عرفه لا ينسى كل واحد من الدعاء لوالديه من البر. ويا اقول لو كان لي دعوه واحده في يوم عرفه بس تستجاب اجعلها لوالدي لا بقول. يعني لو كان بس انت كده يوم عرفه ويستجيب حاجه واحده بس بقى غير اللي ربنا ذكر في القران، لو خيرت هل لك من دعوه تدعوها يستجيبها الله ايه هي؟ او اللهم اغفر لوالديك وارحمهما كما ربنا صغيرا لانهما اصحاب الفضل علينا اولا واخرا بعد ذلك. جزاكم الله كل خير يا مولانا. وبكده نكون وصلنا لنهايه اولى حلقاتنا من بودكاست معاد. يوم عرفه مش يوم عادي، ده فرصه، وخليك دايما فاكر شعارنا ان كل لحظه ممكن تكون بدايه. لو وصلت لاخر الحلقه فانت عندك فعلا نيه للتغيير، وخلي الحلقه دي ويوم عرفه هو اول خطواتك للتغيير. اشوفكم على خير في حلقه جديده ومعاد جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.